فاكرة الجيش اللي جوه بطنك؟ تخيلي بقى انك بتضربيه كل يوم من غير ما تاخدي بالك. انا عن نفسي كنت بعمل حاجات كتير فاكراها عادي، ولكن ما طلعتش عادي وطلعت بتأثر جدا على الميكروبيوم وعلى اتزانه. طب ايه الحاجات دي؟ تعالى اقولك. واحد، المضاد الحيوي عمال على بطال بيبصي بيمسح الضار والنافع الاتنين، يعني دمار. اتنين، الأكل المصنع، الحلويات، المشروبات الغازية، دول الأعداء اللدودين للميكروبيوم. تلاتة، النوم، معلش الميكروبيوم بيحب ينام بدري. أربعة، التوتر والقلق والضغط وكل ده بصي بيكتم نفس الجيش كله. خمسة، الكسل، قعدة الكنبة دي بتقلل من كمية الميكروبيوم والتنوع بتاعه كمان بيقل. ستة، التدخين والمشروبات الكحولية، ده مش دمار للميكروبيوم بس، لا ده دمار رسمي للجهاز الهضمي كله. سبعة، المكملات الغذائية زي البونبوني كده من غير أي إشراف طبي، بيعملوا عكس اللي مطلوب منهم، وزي الزنك والحديد، فخلي بالك. تمانية، استخدام المعقمات بشكل مفرط ومبالغ فيه، ده مش بيهيج البكتيريا اللي جوه المعدة بس، لا البكتيريا اللي جوه المعدة واللي على الجلد، فخلي بالك. تسعة، عايزة تموتي الميكروبيوم من الجوع يبقى قللي ألياف خالص، امنعي ألياف، موتيه من الجوع هيموت كله متقلقيش. وصدقيني لما تراقبي نفسك وتاخدي خطوات صغيرة ده هيفرق معاكي جدا. اعملي سيف وتأكدي تكوني متابعاني علشان الريل الجاي هتعرفي ازاي ترجعي توازن الميكروبيوم من تاني. عيشيها بصحة.